السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم جيت نوجد معكم فقاص البلدي اللي اقتصادي في المقادير وكيجي على حقه وطريقه، والمذاق ديالو ولا اروع. غادي نحتاج ليه على بركة الله. عندي 3 المعالق كبار ديال النافع اللي طحنته، وعندي نص كاس ديال الزنجلان اللي محمر من قبل، عندي 2 كيسان ديال الزيت، كاس ونص ديال السكر سنيده، كاس ديال المزهر، و8 البيضات، 2 خمارات ديال الحلويات، والدقيق على حساب الخليط، وساشي ديال القهوة سريع الذوبان. كنضيف جميع العناصر ديولي اللي عندي ما عدا النواشف ونسكافيه. غادي نضيف كل شيء: الزيت السنيدة، ماء الزهر، رشة ديال الملحة، النافع، زنجلان، وغادي ندير البيض غادي ندير 7 البيضات، والثامنة غادي ناخذ غير البياض ديالها، والصفار غادي نحتفظ به. غادي ندير فيه النسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، غادي نديرها فيه وغادي نزوق بها من بعد الفقاس ديالي. من بعد ما غادي نخلط المقادير ديالي مزيان مزيان، كندخل داك الزيت والعناصر الاخرى في بعضياتها حتى كينسجم ليا الخليط تماما، وغادي نبدا نضيف الدقيق عن دفعات، وغادي ندير الخمارات ديالي، وغادي نبدا نخلط في الخليط ديالي. العجينه تكون قاصحه شويه، وخليكم مع العجين ديالي حتى تجمع لينا العجينه ان شاء الله. وقبل ما نجمعوا العجينه ديالنا ما تنساوش تخليو ليا لايك، وما تبخلوش عليا بتفعيل الجرس، بارطاجيو الفيديو الا جات على خاطركم. ونرجعوا العجينه ديالنا اللي يمكن لكم ديروا فيها حتى اللوز مهرمش، زياده على العناصر الاخرى اللي يكون محمر ومهرمش. وتقدروا ايضا ديروا في بلاصه الماء الزهر ديروا غير كاس ديال الحليب الا ما كانش متوفر عندكم ماء الزهر، وتخلطوا العجين ديالكم عادي كيف ما تقدروا تنسموها من الداخل باش ما بغيتو الفاني اولا قشوره الليمون قشوره الحامض، كيجي مذاق رائع. ومن بعد ما كملنا العجين ولا عندنا بهذا القوام هذا، لولبناه، قسمناه هكا على هذا الحجم هذا، ومن بعد كنخليهم يرتاحوا شويه باش يترخفوا معايا ويخليوني نقدر نلولبهم. وكنستمر بهذا الشكل هذا كيف ما موضح في الفيديو حتى كنكمل باقي الكويرات ديال الفقاص، وخليكم معايا. من بعد ما نكملهم في التشكيل ديالهم غنحتاج لصفار بيضه اللي غادي ندير معاه شاسي ديال قهوه سريعه الذوبان ومعلقه كبيره ديال القهوه. غادي نخلط القهوه ديالي مع البيض مزيان حتى كتذوب هذيك القهوه وما كيبقاوش عندي هذوك الحبيبات كيذوبوا. وغادي ندهن بهم الوجه ديال الفقاص ديالي، غادي ندهن الوجه ديالهم، من بعد غادي نثقبهم بفرشيطه اولا بكيردون، وغادي ندير لهم واحد الشريطات كتزين. المهم نتوما غتشوفوا معايا كيف ما غيبان لكم في الفيديو. وبالنسبه للفرن تكون درجه الحراره ديالو 180 درجه حتى كندخلو الفقاص، عاد كنشعلو الفرن كنديروه من الفوق، النار تكون من تحت منه، كنبقاو ندرجو فيه في الفرن بلاطه ديالو غير من الفوق. من بعد ما كيطايب لينا من التحت غادي نهبطوه للتحت يتحمر غير شي 2 دقائق هكاك. من بعد كنخرجوه من الفران، كنجمعوه في شي لاطه ولا في شي اناء اللي يكون مبسط على هذا الشكل، وكنبدا نسقي فيه في الماء كامل من الوجه ديالو من الفوق، وكنحيد منه داك الماء كامل الزائد،
من بعد غادي نغطيه بلاستيك غذائي وشي زيف من الفوق، وغادي نخليه يبات ليلة كاملة، اولا الا درتوه في الصباح ما تقطعوه حتى الليل. وغادي نبدا نقطعوه بهذا الشكل هذا. من بعد ما خليناه ارتاح مزيان وشرب هذاك الماء اللي سقيناه به وعرق مزيان، كنبداو نقطعو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نستفوهم في اللاطه اللي غتدخل الفران ديالنا. غادي نستفو اللاطات نعمروهم، كنديروا لاطه من الفوق ولاطه من التحت، وكنديروا نار مهيله باش كيطيب لينا حتى من الداخل ديالو. وكنبقاو نقلبوا فيه ملي طابت من التحت كنقلبوها على الجهه الاخرى. وانتم راكم فاهمين القضيه كيف دايره. وقبل ما ندوزو للشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا اللي كيجي رائع ومقرمش، ما تنساوش خليو ليا لايك وما تبخلوش ليا بتفعيل الجرس وبارطاجيو الفيديو الا جات على خاطركم. نتمنى تجربوا الوصفه ونتمنى تجربوا الفقاس ديالي. السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.